ذكرياتك وصحتك. ذكرياتك وطريقة معينة للأكل أنت بتستمتعي بيها. اتكونت ذكريات عن طريق إنك بتاكلي الأكل بطريقة معينة، معمول بطريقة معينة. كل عام وانتم بخير، العوض لكل ما هو مفيد يا جماعة. اللي يوصلوا الفيديو ويشترك عندي كل ما هو مفيد. ذكرياتنا وصحتنا وذكرياتنا والأكل. في اكلات كتير جدا بنرفض ان احنا نغير طريقتها او نغير الطعم بتاعها، عشان نقول ان انا اخدها هي مفيدة ولكن هعملها بطريقة مختلفة. انا بحاول معاكم ان انا بعمل اقرب الطرق للذكريات بتاعتنا. يعني السمك المقلي كلنا، ما حدش ما بيحبش السمك المقلي. يعني انا حاولت اقدمه لكم في القناة، لو حد جربه هتلاقوه هو طعم المقلي ولكن بدون دقيق، ولكن بدون زيت كتير، فبالتالي احتفظت بالذكريات وكمان حافظت على صحتي. دي الفكرة اللي بحاول اقربها لكم او اوضحها لكم، ان انا بقدم في قناتي الاكل اللي لينا معاه ذكريات، ولكن بطريقة نفس، يعني يعتبر نفس الطعم ولكن بطريقة مختلفة، عشان يبقى هيلثي، او عشان نحافظ على صحتنا، وعشان الامراض المزمنة لا تصيبنا، وان اصابتنا لا يعني اعراضها ما تتطورش. كل عام وانتم بخير. اللي قدامكم ده البتنجان. مين مننا ما اكلش البتنجان جنب الملوخية؟ ومين مننا ما جابش سمك جاهز ولقى الناس حاطين له، بتوع المحل حاطين له البتنجان جنب السمك؟ البتنجان ليه ذكريات كتيرة جدا معانا. اللي هو البتنجان المخلل، اللي هو غرقان زيت، اللي هو معمول بالدقة، واللي هو بالثوم والليمون والخل. الطعم ده يا جماعة مكون ذكريات عندنا كلنا. الناس اللي هي في سني، او الناس اللي هي مواليد السبعينات ومواليد الثمانينات ومواليد التسعينات برضو لحقوا يعني يا جماعة كونوا ذكريات بالطعم ده. الفكرة اللي أنا بحاول أوصلها لكم إن أنا هقدم الطعم هو ولكن في نفس الوقت بحافظ على صحتي. البتنجان، الله يرحمك يا أمي، كل اللي والدته متوفية يترحم عليها، واللي والدته عايشة يعني يحاول يستمتع بقدر الإمكان معاها بالأكل ولكن بالطريقة الصحية. البتنجان كنا بناكله جنب الملوخية، ده لازم. وكنا بناكله جنب البطاطس المحمرة والفول في الفطار يعني. طبعا بيبقى غرقان زيت، فده طبعا لوحده بيرفع الكوليسترول. بيبقى يعني اللي هو ايه، غير ان هو غرقان زيت بيبقى متحمر في زيت. ممكن يكون الزيت اتقلى فيه قبل كده كذا مرة يعني، او اتقلى بطاطس قبل منه واتقلى فلفل قبل منه، فبرضه بيكون غير صحي انك بتقلي الحاجة في الزيت اكتر من مرة. دي كانت ذكرياتنا يعني. الفكرة اللي انا هعملها لكم ان البتنجان هيتجهز، و هي هنحط عليه، هنرش عليه الزيت الزيتون او زيت جوز الهند، وهنكون مسخنين الفرن 10 دقايق، وبعدين هنحطه في الفرنة ونخرجه. هعملها وبعدين هرجع لكم عشان تشوفوا شكله، وبعد كده هخلله وتشوفوا الشكل. خليكم معايا. رجعت لكم يا جماعة تاني اهو. البتنجان جهزته زي ما الحاجة والدتي رحمة الله عليها كانت بتجهزه. بنغسل البتنجان وبعدين بنشيل القمة وبنفتحه كده عشان الحشو. يعني الفكرة اللي انا عايزة اوصلها لكم للناس اللي عندها ذكريات، عشان ما تاكليش الاكل بطريقة مختلفة وبطعم مختلف، وبالتالي ده بيأثر على نفسيتك وبيأثر على صحتك. وساعات في ناس تقول ايه، اضراب يعني، مش عارفه اقولها لكم ايه، هي خربانه خربانه، او مش قصه هي خربانه خربانه، قصه انه ايه، هو احنا هنعيش كم مره. لا، انا مش حاسس بطعم الاكل غير بالطريقه اللي كانت بتعملها الحاجه، او بالطريقه اللي انا اتربيت عليها، يبقى داخل في خلاف مع زوجته. فالفكره يا جماعه ان انا بحاول معاكم، احنا كل فكرتي ان انا الدايت مش اكل وشرب بس. الدايت نفسيه، الدايت ذكريات، الدايت صحتك. بتاكلي حاجه فيها صحه، وما بتحرميش نفسك من حاجه كنت بتاكليها، ولكن هناكلها بطريقه مختلفة، أو بطريقة يعني مش مختلفة في الطعم، بطريقة مختلفة في التحضير. خليكم معايا. طبعا أنا أهو زيت الزيتون أهو، آه بنحطه بقى، بنرش كده زيت الزيتون على الوش.
هكمل وارجع لكم. رجعت لكم يا جماعه اهو، اديني حطيت عليه زيت الزيتون. لو باين لكم في الكاميرا، هو البتنجانيه بتكون مدهونه كلها بزيت الزيتون، وانت بتحطي كده على الوش وبعدين بتقلبي البتنجانيه، يعني مش هتستخدمي فرشه ولا حاجه يعني. انا بحاول برضو اقدم الحاجه ما تاخدش وقت معاكم وما تاخدش دبكه، يعني عشان الواحد ما يتضايقش. بنكون مسخنين الفرن حوالي 10 دقايق، وبعدين بتحطيه في الفرن. خليكم معايا، هسويه وارجع لكم. رجعت لكم يا جماعة تاني. انا حطيت البتنجان في الفرن على الشواية. طبعا انا يعني بشغل البوتاجاز، الفرن الشواية من فوق، بسخن الفرن لمدة 10 دقايق، وبعدين بحطها على الرف من فوق، بس بيبقى بعيد عن الشواية، يعني ما بتبقاش قريبة قوي عشان ما يتحرقش. على بال ما يستوي البتنجان، هو مقلي مشوي. فعلى بال ما يستوي البتنجان انا بجهز الخلطه. انا قلت عايزه اقول لكم بس ملحوظه على الخلطه. طبعا الملح والليمون والثوم. الثوم يا جماعه ما تحاولوش تكتروا الثوم، ما تحاولوش تكتروا الثوم. ليه بقى؟ الثوم بيخفض الضغط بسرعه البرق، يعني هو ربنا جعل لنا الغذاء دواء. التوم بيخفض الضغط بسرعة البرق، فالناس اللي بتاخد أدوية ضغط خاصة، اللي هي الضغط عندها عالي باستمرار ومش بينزل، فالدواء بيكون شديد، وبعدين تقومي حضرتك حاطة التوم. التوم شديد جدا، فيحصل دروب في الضغط مرة واحدة. تلاقي الضغط نزل بقى أقل من الناس اللي ضغطها معتاد واطي، يعني فده بيأثر على عضلة القلب. طبعا في ناس هتقول لي ما الضغط ينزل كويس. لا، ما ينزلش مرة واحدة كده، نزوله مرة واحدة، واسألوا الدكاترة البشريين، نزوله مرة واحدة خطر على القلب. كمان الناس اللي عندها تضخم في عضلة القلب، هو كل واحد بيبقى عارف حالته الصحية. التوم بيقلل النبض، بيقلل معدل النبض. فيا جماعة ما تزودوش. يعني أنا مثلا جايبة حوالي كيلو أو كيلو وربع، فيبقى التلات فصوص توم الكبار دول حلوين قوي. الحاجة التانية، إنه أنا عملت خل التفاح في القناة، وارجعوا له وحطوا لكم الرابط بتاعه. ده بعد ما عصرت أو صفيت الخل التفاح. والله العظيم ريحته جميلة يا جماعة، وأنا دلوقتي قاعدة ريحته رائعة. انا هحط لكم الرابط بتاع طريقه عمل خل التفاح. طبعا بعد ما صفيته اتفضل اللي هو الالياف دي، انا ما رميتهاش. بعمل ايه بقى لما باجي؟ المعلومه اللي او النصيحه اللي عايزه اقولها لكم، هتاخدي التفل بتاع خل التفاح ده، وتقومي بدل ما تحطي الخل العادي زودي معلقه من دوت على الخلطه بتاعه البتنجان، لان احنا كلنا بنعمل بالخل والثوم. هيبقى فايدة كبيرة جدا، لأن خل التفاح بيظبط مستويات السكر في الدم. خل التفاح بيظبط الشهية، بيقلل مقاومة الأنسولين. يعني هو في ناس بتاخده على الريق، بس أنا ما بنصحش بيه، عشان في ناس يعني لازم تكشفي الأول وتبقي عارفة أنت عندك قرحة في المعدة، أو عندك مشاكل في القولون، أو عندك مشاكل في المعدة، فما بيستخدمش فعلى الريق. في ناس بتستخدمه على الريق اللي هي معدتها سليمة، لكن أنا بنصح بيه في وسط الأكل. يعني ده لو عملتي حطيتي بدل الخل العادي حطيتي خل التفاح وبالالياف ديت، هيظبط الناس اللي عندها السكر، هيظبط لها مستويات السكر. الناس اللي مقاومه الانسولين عندها ابتدت تعلى ويدخلوا في السكر، هينزل مقاومه الانسولين. الناس اللي بتاكل وبعد كده على طول بعديها تحس ان هي جعانه، هتلاقي نفسها بقت يعني مكتفيه بالاكل اللي كلته. خليكم معايا، الباذنجان هيطلع هوريهولكم ازاي ان هو طري، وخليكم معايا لما اجيبه هرجع لكم. رجعت لكم تاني يا جماعه اهو، خرجته من الفرن. يعني انا مسكت الشوكه كده واتكيت عليه كده اهو، شايفين؟ يعني ابتدى يستوي او استوى. وتقلبيه كده او تفتحيه. لو فتحتيه هتلاقيه لسه ليه شويه، فانت هتقلبيها وتسيبيه برضو كمان 10 دقايق. يعني اقلبي كده الواحده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيبيها برضو 10 دقايق. هكمل سوا وارجع لكم. رجعت لكم تاني يا جماعه اهو، بتنجان اهو، اهو، يعني كأنه مقلي بالظبط، ولكن ما خدش زيت كتير، وكمان هو مش هيبقى غرقان في الزيت، وكمان الزيت اللي انت عاملاه بيه زيت صحي.
لو مش حابة طعم زيت الزيتون ممكن تحطوا زيت جوز الهند. بتفتحوا بقى كده البتنجانية وبتحشي يعني عادي خالص زي ما الحاجة كانت بتحشي اهو. الخلطة اهي. انا ما بحطش الكمون عشان بيخلي طعمه ماسخ شوية، مش عارفة انتوا براحتكم بقى. وفي ناس بتحط بقى شوية سلطة عليه، ولكن انا بقول الطريقة التقليدية خالص بتاعة الحاجة الله يرحمها، عندي والدتي يعني ربنا يخلي والدة اي حد بيتفرج عليا تكون عايشة، ربنا يخليها له. اهو يا جماعة، وتقفلي البتنجانية عادي خالص ونفس الطعم، وتسترجعي ذكرياتك مع والدتك الله يرحمها، او والدتك اذا كانت عايشة ربنا يديها العمر والصحة. يا رب يكون الفكرة وصلت لكم. هتحافظي على ذكرياتك، الطعم هو هو، وكمان هتحافظي على صحتك. كل عام وانتم بخير، وما تنسنيش بقى في اللايك والتعليق الحلو والشير لاصحابك. السلام عليكم.